والله يا ملك انا مش عارف اقول لك ايه. انا بجد بحبك جدا، ويعني الماضي بتاعك وحش، بس مش عارف إيه. يعني دايما كنت بقول على البنت اللي هي مش كويسة ازاي واحد يتجوزها ولا كان دايما بيقولوا بيستروا عليها وكده، بس جيت عندك انت وحبيتك. بس اعتقد بقى ممكن هل صحابي هيعايروني بيكي؟ هو انا كان ليا ماضي زمان، بس انا جيت عندك وحبيتك. وان كان صحابك ما تشغلش بالك فيها، انا معاك. المشكلة يا ملك مش فيكي خالص، المشكلة في امي اختي. اصحابي يعني اتريقوا عليا شوية بسبب ان انا يعني خدت واحدة معروفة، ناس كتير عارفاها. تخيلي كده انك يعني كنت في يوم فرحنا مثلا عزمت واحد صاحبي عارفك كان ماشي معاكي زمان، ايه منظرك؟ بقول لك ايه يا بنو، ما تنسى. بعدين انت خدتني على كده، استحمل بقى. هو انا فعلا لازم استحمل، بس انت عارفه المشكله في ايه؟ المشكله ان احمد كان بيكلمني، كان على علاقه بيكي. يعني انا دلوقتي يعني لما اقعد معاه واقول له ان انا يعني هتجوز ملك، هيقول لي ايه؟ شكلي ايه قدامه يعني؟ وقاعد بقى يلسموا عليا وقرف. بس صدقني انا هستحمل، لو هستحمل لاجلك، غير كده انا ما اقدرش استحمل. فملك انا عامل كل والله يطلع بايدي. خلاص ماشي، وانا جنبك ومعاك. طيب يلا. يلا. الولد يا اسطى عن جاي بص عمال حاجه بايده كده قام جابه يلا زعلان والله العظيم. يا جدع مش كده والله. الحوار يا جدع والله والله انت ايه ده؟ ايه يا اسطى؟ هجيب حاجه نشربها واجي. خلاص يا عم طيب ماشي بالانتظار. ماشي يلا. استني. ما تعوقش بقى ها؟ شفت هذا الواد ابن المعواه ماشي مع البت اللي انت كنت ماشي معاها قبل كده وشكله هتجوزها باين. يا ابني انهي واحده فيهم يا ابني؟ صحيح، ما انا نسيت ان نسوانك كتير اصلا. بنت ملك يا عم ياها وزيرة الحنيه. يا راجل هو انا متجوزها ولا ايه؟ والله يا ابني زي ما بقول لك كده. عارف اللي محيرني ايه؟ نفسي اعرف ازاي بيقبلوا على نفسهم نبقى عارفين ماضيهم وبيوافقوا عادي. يابي ما اعرفش ان سيرته هتبقى على كل لسان. بص اشرب مني الحركه دي بقى يا معلم. انا هسيبه يجي هنا تمام ويقف معانا حبه حلوين. اول ما يمشي هرن لك على البت ملك اخليها تيجي في المكان اللي انا عايزه زي زمان. ايه رايك فيها؟ خلاص يا عم بلاش، ده صاحبنا مهما كان برضه سيبه يعمل اللي يعمله. بص يا معلم بره عنك الحوار ده، عشان انا اصلا ما بحبش حد يكلم حد من بعدي. بس اقطع مع الكلام عشان هو جاوب. ايه يا بطل؟ فين يا عم الحاجه يا عم؟ المحل لقيته قافل. اتاخرت علينا ليه يعني؟ كنت تيجي في السريع كده. معلش بس امي نادت عليا دلوقتي قالت لي تعالى بسرعه عشان تعبانه شويه فاتخنقت شويه. لا لا الف سلام عليك. يلا نمشي. طب يلا ماشي. يلا. ايوه يا بنو، عايزني؟ طب اقفل كده معايا مكالمه، هجيلك. ايه يا لوكا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. بقول لك انت فين كده؟ كنت عايز اشوفك كده، كان في موضوع مهم كنت عايز اتكلم معاكي فيه. ورايا مشوار، رايحه اقابل بنو. فكك منه، كده كده انا عايز اقابلك، انت عارفه اللي فيه. ماشي هخلص بس واجيلك اهو. ماشي يلا مستنيك بس لو اتاخرت المره دي هزعل منك. لا ما تقلقش، مش هتاخر. ماشي يلا باي يا قط، باي. ماشي يلا باي. ونشوف اخرتها معاك ايه. يا بنتي عامله ايه؟ ايه مالك قافل وشك كده ليه؟ لا مفيش يا ملك والله، بس مال اللي الجيب متوسخ كده ليه؟ وسخ جدا، بص عامل ازاي. وسخ فين الوساخه دي؟ بس يمكن بس انا لسه صاحي من النوم فمش فايق، شفتها وساخه. معلش يا ملك معلش. طيب انا ورايا مشوار دلوقتي، روح انت بقى. ماشي، خبك من نفسك. سلام. هي فين البت دي؟ اهلا بالماضي. اهلا بالله هتتجوز صاحبي. صاحبك مين؟ احنا هنمثل يا بت بنوة حبيب الملايين يا بت.
فلوس، هو اخره يومين وهقلب. وانا لو كان عليا كنت احبه، هو الواد يتحب بصراحه، بس انت عرفت اقلب القرشين واطير. بقول لك ايه، طب ما تيجي معايا المشوار ده؟ يلا بينا. يلا. حياة ام اللي عرفك يا ملك